عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل التوميه بطريقتها الاصليه، نفس طعم الجاهزه بالظبط. سهله جدا وسريعه وطعمها مميز وقوامها مثالي. لو جربتوا الطريقه دي هتعتمدوها، مظبوطه جدا. كمان هعرفكم ازاي تتحكموا في القوام، سواء عايزينه خفيف شويه او تقيل. معاكم آية بهجت. اتمنى لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي الجديده. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك. يلا نبدأ على طول. اول حاجة هضيف بياض بيضة، وعلى بياض البيضة هضيف بطاطساية صغيرة هوريكم حجمها. بعد كده مسلوقة ومهروسة بضيفها سخنة جدا عشان تسوي بياض البيض. البطاطس في الوصفة دي وظيفتها ان هي بتكسر من طعم الثوم القوي واللسعة بتاعته، كمان بتظبط القوام وبتسوي البيض. طعمها مش بيبان خالص، بس بتظبط طعم التومية جدا. هضيف كمان عليها معلقة كبيرة من عصير الليمون، ومن 3 ل4 فصوص توم مهروسين على حسب رغبتنا، ونص معلقة صغيرة من الملح. دي حجم البطاطساية اللي استخدمتها، صغيرة جدا. هي كمان ممكن الكاميرا مكبراها. لو عندي حجم متوسط بستخدم نص الحجم ده بس. لو عندي بطاطس صغيرة بستخدمها على طول. بضرب المكونات كلها مع بعض لمدة دقيقة، وبعدين ببدأ اضيف 3/4 كوباية من الزيت تدريجي. اقدر اتحكم في قوام التومية عن طريق الزيت. كل ما ضفت كمية كبيرة من الزيت كل ما القوام تقل، وكل ما قللت كمية الزيت كل ما القوام هيكون خفيف. انا في الوصفة دي استخدمت 3/4 كوباية. هوريكم القوام بتاعها اول ما اخلص. كمان هوريكم قوامها لو استخدمت نص كوباية بس من الزيت، بيكون القوام اخف شوية. انا سرعت شوية الفيديو بس ما حبيتش اقطع منه عشان تشوفوا القوام على طول اول ما اخلص. كده انا خلصت خلاص. هوريكم بقى القوام قد ايه متماسك. شايفين متماسك ازاي؟ بالظبط زي الجاهزة، مش هتفرقوها سواء طعم او شكل. شايفين لونها، قوامها، كمان الطعم لما تدوقوها. يعني مش بس شكلها زي الجاهزة، كمان الطعم مظبوط جدا. التوم طعمه مش قوي، القوام متماسك. كمان لو حفظتوها في التلاجة وطلعتوها تستخدموها تاني هتلاقوها محتفظة بقوامها، والقوام بتاعها ما بيتغيرش. غير لما بنستخدم النشا بحسها شوية بتقلب على مهلبية. فدي يعني لو حفظتوها حتى مدة طويلة هتطلعوها تلاقوها زي ما عملتوها زي اول مرة بالظبط. ده قوامها كان بنص سوري ب3/4 كوباية من الزيت. هوريكم كمان القوام بنص كوباية من الزيت. بحس شوية القوام لما بزود الزيت والقوام بيكون تقيل بينفع اكتر في السندوتشات، علشان التومية تكون متماسكة كده وما تقعش من السندوتش وتنقط علينا. بس لو هنستخدمها مثلا في فتة شاورما، هنحطها على الرز من فوق، بفضل تكون التومية اخف شوية علشان تبقى سهلة معانا في الفرد. فساعتها ممكن استخدم نص كوباية بس من الزيت. كمان ممكن تقللوا الزيت عن نص كوباية، ممكن تزودوه عن 3/4 كوباية، بس منصحكوش قوي علشان ما يبقاش فيها زيت كتير تبقى تقيلة يعني. بس كده التومية هتبقى مظبوطة جدا معاكم، سهلة، استحالة تفشل منكم على ضمانتي. هوريكم كمان القوام بتاعها بنص كوباية. انا عشان بعملها كتير فحبيت اصور لكم القوام بتاعها. لو قللتوا الزيت او زودتوه هنا هتحسوه شوية اخف، مناسبة اكتر زي ما قلت لكم لفتة الشاورما. كده نكون خلصنا وصفة التومية. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ده تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، واستنوني في وصفة جديدة. متشكرة جدا لمتابعتكم.